نرد. فقعدنا احنا كمجلس اداره كلنا قلنا لا احنا مش هنرد لان مجلس الاداره خلاص مدته انتهت، وطالما مجلس اداره مدته انتهت يبقى ما فيش داعي ان احنا يبقى في صدام بيننا وبين النادي الاهلي اللي هو الكيان كنادي الاهلي. يبقى احنا خلاص اشخاص اخطاوا او اتكلموا خلاص يبقى كده. ده مجلس الاداره بالكامل قال الكلمتين دول. يعني بصراحه هقولها بصراحه والناس اتحاد الكره اقوى ولا الاهلي والزمالك؟ لا الاهلي. الاهلي اقوى في دولتك هنا دلوقتي بعد اللي حصل مره الاهلي اقوى. الاهلي. لكن اتحاد الكره اللي المفروض والفعلي واللي هيحصل كده وحاليا دلوقتي اتحاد الكوره، لان احنا عندنا في اتحاد الكوره يعني قوه الاهلي يعني بالعربي كده في الدوله. اتحاد الكوره ملوش ظهر، الاهلي له ظهر جمهوره. لا مش بالجمهور واعلامه. لا ما تدخلش الجمهور خالص. لا ما هم انا بعتمد على النادي الاهلي من خلال شعبيته. ما هو اي نادي بيستمد قوته منين؟ ايه؟ لا علاقاته لا بالمسؤولين في الدوله. علاقاته مش جماهيره. نبعد الجماهير دي خالص. حتى انا لما عضو مجلس اداره في الاهلي اتكلم وقال ان النادي الاهلي فيه جماهير، قلت له ما تدخلش الجماهير طرف، ما تلعبش بالجماهير. طب هسالك سؤال، اما انا معلش مع احترامي، ما يكون نادي فيه 22 لعبه وكل شويه الجوابات تيجي على اتحاد لعبه كره القدم فقط من ضمن 22، واتحاد الكره يرد يقول ما فيش تدخل حكومي، يجي لهم جواب اقوى من الاتحاد الدولي. اشك في هاني ابو ليده؟ اشك في خالد مرتجي اللي بيقول ان انا في لجنه الانديه وقال نفسه انا كلمت جوزيف بلاتر؟ اشك في الناس دي ولا ما اشكش؟ انا عارف ان كل احترام لهاني ابو ليده وان انا بحطك في موقف حرج، ولكن في النهايه لابد ان يكون في رد. اكيد. هقول لك حاجه. اتفضل. لو كابتن هاني ابو ليده ليه تدخل هقول لك ليه تدخل. كابتن هاني ابو ليده يمكن حتى في الرد لما نيجي نتكلم معاه احنا رد يقول لك لا ردوا انتوا حرين، انتوا ردوا بالطريقه اللي تريحكم لان انتوا اتحاد كوره وخدوا لكن ملوش اي دور هناك. ده انا بقول ده اللي واصل لك. اللي بيحصل ممكن يكون كابتن خالد مرتجي رايح جاي هناك وبيفهمهم صوره مختلفه غير الواقع. لكن احنا هنرد وردينا مره واثنين وثلاثه وعارفين نرد ازاي وردينا وقلنا مفيش تدخل حكومي. هو تدخل حكومي في كره القدم. انا النهارده لما يتبعت لي جواب من النادي الاهلي بيقول لي قول لي ردك صريح اعمل انتخابات ولا لا؟ طب يمكن دي اول مره انفرد دي عندك. لا انا قلتها على فكره. النادي الاهلي بعت لك جواب قال لك قول لي ايه رايك؟ نعمل انتخابات ولا ما نعملش؟ صريح عشان ياخد الجواب الرد منك يوديه ايه؟ يعمل بيه قصه وحكايه وروايه. انا قبل ما ابعت للنادي الاهلي بعت للفيفا. وانا قايل له انا نادي، انا اتحاد الكوره عندك مسؤول عن لعبه كره القدم. وانت نادي عندك في 25 لعبه تتبعها 25 اتحاد دولي. صحيح. تمام. لو كل اتحاد دولي هيقول لك كلمه هيقول لك ما توقفش، خد باقي، شوف باقي الاعضاء باقي الاتحادات. والكلمه الوحيده اللي عندك في الاتحاد الجمعيه العموميه، هي الجمعيه العموميه اللي تقرر، واحنا بنعظم دور الجمعيه العموميه سواء اتحاد دولي او اتحاد مصري. طيب هنطلع الفاصل، بس عايز اقول ان الاستاذ خالد مرتجي مع احترامي هو بيدافع عن النادي الاهلي، لا هو بيدافع عن وجوده في الاتحاد الدولي ولجنه الانديه. وجود المهندس خالد مرتجي في لجنه الانديه في الاتحاد الدولي ليه؟ بترشيح من النادي الاهلي. كان المفروض كابتن حسن حمدي هو اللي يروح، بس كابتن حسن حمدي لا يجيد اللغه الانجليزيه، فاللي بيجيد اللغه الانجليزيه هو المهندس خالد مرتجي فراح. لو مجلس الاداره اتغير فخالد مرتجي هيمشي من لجنه الانديه في الاتحاد الدولي وهيتم ترشيح رجل اخر من داخل منظومه النادي الاهلي، فبالتالي هو بيدافع عن مصالحه فقط في صوره حبه للنادي الاهلي وبقائه في منصبه. هنطلع لفاصل.